عاجل ورسميا اقاله البروفيسور جيسوالدو فيريرا بعد خساره الزمالك من غزل المحله. فكره جديده وكرييتيف ما عملناهاش قبل كده خالص. لا 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 ايه الفكره؟ لا لا برافو شابوه بجد والله، والله العظيم اقسم بالله. ايه ده؟ ايه الدماغ دي؟ لا برافو يا سياده المستشار، برافو برافو. يعني الحاجه الوحيده اللي كانت مصبرانا على اللي بيحصل هي فيريرا، فخلاص بقى امشي يا فيريرا وتعالى يا اسامه نبيه. يلا بقى يلا عشان تبقى البطوله الوحيده المتبقيه اللي كان ممكن تنافس عليها، اللي هي دوري ابطال افريقيا اللي هي انت ما كسبتهاش من 2002، خلاص هي كمان مع السلامه. يلا بقى بجمله بقى، ما انت خسرت الدوري من الدور الاول، وخسرت الكاس وطلعت قدام بيراميدز، وخسرت السوبر قدام الاهلي، وخسرت السوبر السعودي قدام الهلال، فخلاص بقى خلاص بقى كده عنب، كده استوت، كده شكرا قوي، كده شكرا قوي 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 قوي. ايه ده بقى؟ إيه عملناها كم مره ان احنا نقيل المدير الفني في وسط الموسم؟ هل في مره نجحت معانا؟ ما نجحتش. فانا اعمل ايه؟ اكررها هي تاني اكررها هي تاني وانا وانت بقى هنتفاجئ بالنتيجه. النتيجه اللي هي ايه؟ اقاله اسامه نبيه، وهنجيب مدير فني تاني قوي اجنبي. بس امتى بقى؟ بعد ما كابتن اسامه نبيه ياخد له 3 4 5 10 ماتشات، يوقع الدنيا اكتر ما هي واقعه. انا مش قصدي حاجه والله، بس هو انت متخيل ان الكابتن اسامه نبيه هيبقى افضل من فيريرا؟ يعني بالعقل كده، بالمنطق، باللوجيك او لوجيكال كده، هل انت متوقع ان الكابتن اسامه نبيه هيبقى افضل من الكابتن او افضل من المدير الفني او الكوتش فيريرا؟ اشك بصراحه. يعني لو هو كده كان ليه قاعد انه راجل راضي انه يبقى راجل تاني في الفريق، او مش راجل اول في اي فريق تاني؟ تمام. فاللي هيحصل ايه؟ كابتن اسامه نبيه هيكسب له ماتشين 3، فهيطلع سياده المستشار يقول لك ادي ابن النادي، ادي اللي بيقبض بالجنيه المصري، مش بيقبض لي بالدولار ويخسر ويتعادل، اهو كل الدعم وكل الصلاحيات للكابتن اسامه نبيه. فندخل بقى على ماتشات افريقيا، ترجي بقى وفريق الجزائري بقى، والكره تخبط في العارضه بقى، ونروح نخسر من الترجي هناك 3-1 ونيجي هنا نخسر 1-0. ما اصل انا عشت السيناريو ده قبل كده. انت نسيت كارتيرون وباتشيكو وكارتيرون تاني، يعني كارتيرون اول وكارتيرون تاني، وباتشيكو اول وباتشيكو تاني، وفريرا اول وفريرا تاني. ما احنا بنعيد نفس السيناريو، ما احنا عشنا كل ده قبل كده، احنا عشنا كل ده قبل كده. والمحصله في النهايه الزمالك هو اللي بيدفع ثمنها. يعني المحصله في النهايه ان الزمالك هو اللي بيقع. موسم صفري، انت السنه دي موسم صفري، بقولها لك اهو، انت لسه في وسط الموسم، موسم صفري، وهتبقى السنه الثالثه على التوالي بتودع دوري الابطال من دور المجموعات. والله العظيم يا ريتنا حتى ودعناه من دور ال 32، كنا نزلنا كونفدراليه فرق سهله كده، او يعني احنا قريبين من بعض. لا، احنا نوصل دور المجموعات، نخرج من دور المجموعات. ترجي مره، وداد مره، وادي الترجي تاني. حتى الفرق بتتعاد هي مفيش حاجه كرييتيف، كله بيتعاد. وانت للاسف بتكرر نفس التجربه وبتستنى نتيجه مختلفه، ومش هتحصل، لانه من الغباء انك تكرر نفس التجربه وتستنى نتيجه مختلفه. من الغباء. يعني انت كررت نفس التجربه كم مره؟ كتير. هل في نتيجه؟ هل في مره نفعت معاك؟ لا. طب بتكررها تاني ليه؟ ده السؤال اللي انا دلوقتي والله نفسي حد يجاوبني عليه. بتكررها تاني ليه؟ انت مستني ايه؟ يعني انت بتكررها تاني مستني ايه منها؟ مستني ايه؟ انت مش مستني حاجه، انت بس عايز خليني ساكت احسن. للاسف الزمالك رايح على، فاكرين زمالك 2005؟ الجيل الصغير اللي ما حضرش زمالك 2005، احنا في زمالك 2005 دلوقتي. ما احنا في المركز الخامس، بكره ما اعرفش الاتحاد يلاعب مين يكسب، بقينا في المركز السادس. هوبا صفقات في شنك، وسلمنا على الصفقات والبانر اللي جمهور الاهلي هيرفعه. شكرا، خلصت. 2005 اقسم بالله 2005 بتخسر الدوري من الدور الاول، بتخسر الدوري من الدور الاول. الدوري اللي انت بطل اخر نسختين ليه بتخسره من الدور الاول. يا ريتك حتى بتخسره وانت بتنافس على مركز مؤهل لدوري الابطال او للكونفدراليه، لا ده انت بتخسره دلوقتي في المركز الخامس. ممكن بكره معرفش مين يلاعب مين، زي ما قلت لك تبقى في المركز السادس. هو ده الزمالك؟ هي دي الاداره؟ هو ده التفكير؟ انا مش فاهم بصراحه احنا ليه بنعمل كده في الزمالك. انا قلتها وهقولها تاني، اللي بيضر الزمالك هم اولاد الزمالك، اللي بيضر الزمالك هم اداره الزمالك، او هم اللي ماسكين نادي الزمالك. هم اخطر على الزمالك من عدوه، هم اخطر على الزمالك من عدوه، من منافسينه. والله العظيم حد كتب لي كومنت هنا وتعليق هنا قال لي والله طول ما سياده المستشار موجود في نادي الزمالك انا مطمن على الاهلي. والله العظيم حقيقي انا اقتنعت بالكومنت ده. انا عايز اسقف لك يا ابني والله العظيم. نادي الزمالك
فعلا فعلا بدل ما يروح يدعم صفقات، بدل ما يحاسب المسؤول عن الصفقات، لا رايح يقيل جيسوالدو فيريرا اللي جاب لك الدوري والكاس. انا ضد قرار اقاله جيسوالدو فيريرا، انا كان مع ابقائه وكان مع ان دعم بصفقات في الشتاء، ودي الراجل الصلاحيات اكتر، ودي الراجل فرصه اكبر. لكن انك تقوله دلوقتي، انا شايف كده ان الزمالك خلاص مش هتقوم له قومه السنه دي كده الزمالك موسم صفري. ده رايي، مستني رايك وتاني وتالت ورابع. لو وصلت لهنا في الفيديو، يعني لو استحملت كل الرغي الكتير اللي انا رغيته ده ونرفزت ديا، فصلي على النبي واعمل لايك واشتراك وبس كده. سلام عليكم.